السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في بودكاست نص الليل. معاكم حسام علي وأنا الهوست للبودكاست الجميل ده. وفي البودكاست ده بنتكلم فيه عن مواضيع ومواقف مختلفة ممكن نكون بنمر بيها في شغلنا مع صحابنا أو في البيت. وهتلاقوا حاجات كتير أوي مشتركة ما بيننا لما نتكلم في الحاجات دي في كل حلقة. وللعلم يعني الكلام ده من وجهة نظري الشخصية، مش كلام علمي خالص على الإطلاق. فيلا بينا نشوف حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه. أهلا أهلا وسهلا بيكم يا حبايب، عاملين إيه؟ إيه أخباركم يا جماعة؟ مبسوطين؟ أنا مبسوط من الآخر، يعني لو أنتوا حتى مش مبسوطين فأنا مبسوط، أنا مبسوط من كل قلبي إن أنا النهاردة بسجل أول حلقة من حلقات بودكاست نص الليل. أنتوا متخيلين؟ هو غالبا أنتوا مش متخيلين، أنا اللي من جوايا بقى. هل أنت متخيل يا حسام اللي أنت فيه ده؟ يا جماعة بجد أنا مبسوط جدا جدا إني النهاردة بسجل أول حلقة، وإني خلاص يعني الموضوع بيبتدي يظهر للنور اللي كان بقاله سنة سنة ونص ده. في دماغي كده كان هيطلع للنور من سنة سنة ونص. النهاردة بقى الحمد لله طلع للنور والدنيا بقت زي الفل، والحمد لله الحياة جميلة وحلوة كده. فالنهاردة كمان هنتكلم عن الحاجة اللي كانت السبب في التأخير ده والسبب في التأجيل الحاجة دي لحد ما ظهرت للنور. احنا هنتكلم في ايه بقى؟ اكيد انتوا عارفين هنتكلم في التسويف. التسويف ده اللي هو بالنسبة لي كده شيطان كبير قوي واقف قدامك، في اي فكرة تطلع في دماغك يقولك اجل، استنى شوية كده، يفضل يوسوس لك بقى اللي هو إيه، بكرة، إيه عايز تعمل اي حاجة بكرة بكرة كده، فتفضل في بكرة اللي ما بيجيش. تفضل انت حاجة كده معروفة نفسيا وسيكولوجيا، انك لما بتيجي تقول في دماغك انت بكرة هعمل كذا، بكرة ده ما بيجيش. بكرة بتاعنا غير بكرة اللي في دماغك لان بكرة اللي في دماغك ده هيفضل موجود عادي. لما يجي بقى يوم بكرة ده موجود في النتيجة، بقى يوم بكرة ده عشان احنا عندنا سبت حد اتنين تلاتة اربع خميس جمعة. في دماغنا ما هو مستني بكرة، مش مستني حد ولا اتنين ولا تلات ولا أربع ولا خميس ولا جمعة. هو مستني يوم بتاع بكرة ده. تمام. ومش بنوصل لحاجة في الآخر، يعني انت الحتة دي خصوصا هتلمس مع ناس كتير قوي أو مش هتلمس مع ناس كتير. هو احنا تقريبا كلنا عندنا الحتة دي، بس بتفاوت بقى بنسب. يعني في ناس عندها التسويف ده عالي قوي، وفي ناس عندها التسويف ده قليل شوية وقادر يتحكم فيه. فالنهاردة هنلعب بقى لعبة كده لطيفة مع الناس اللي عندها التسويف ده عالي قوي، زي كده والناس اللي عندها التسويف ده شوية صغيرين كده، يقدروا بقى هم برضو يقولوا لنا بيعملوا ايه، ويقدروا يحكوا لنا بيتحكموا فيه ازاي ويحكوا لنا يعني تجاربهم، فنقدر ان احنا كلنا نستفيد من بعضنا. يعني ان شاء الله احنا عيلة هنا كلنا يا شباب يعني. فخلونا كده نقول بسم الله ونبدأ يعني. عارفين انتوا لما تيجوا مثلا في ايه، في ابسط الحاجات، عندك مثلا لمبة اتحرقت في البيت، فتيجي تقول انا محتاج اجيب لمبة، فتنزل مثلا تجيب حاجة ولا تروح الشغل ولا وانت راجع تنسى تجيب اللمبة، او بلاش تنسى تجيبها، انت هتجيب اللمبة يعني. بس تفضل راكنها كده، راكنها جنبك كده على الترابيزة، وهي اللمبة فوقك انت محتاج تغيرها، بس كل شوية تبص اللمبة، تبص فوقك بكرة وتبص للمبة تاني يوم، بص فوقك بكرة بكرة، وتفضل كده. عارفين انتوا الشعور ده، شعور الخمول ده اللي هو ما مش مخليك تتحرك ولا خليك عارف تيجي كده ولا كده ولا تيجي كده، وانك اصلا بتنزل الشغل بالعافية عشان بس محتاج فلوس، مش عشان حاجة ولا مش عشان طايقهم ولا عشان اي حاجة، لا لا لا. انا بس يعني بقى نازل بعماصي كده، بعماصي يا بابا بعماصي، عشان انا محتاج فلوس مش اكتر، مش عشان حاجة تانية، يعني مش عشان سواد عيونهم ولا عشان سواد عيون الشركة ولا عشان انا ابن الشركة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. انا بنزل بس محتاج فلوس يا جماعه، لولا كده كان زماني قاعد على السرير باصص للسقف وخلاص، او بقلب في الموبايل في اي حاجه. فعارفين انتوا الحته دي، هي الحته دي بقى، ده التسويف كله يعني. الحته دي تلخص التسويف كله بقى. يعني التسويف ده يا جماعه حاجه كده وحش، عايزين نكسر اللي خلفوه لانه بالنسبه لي انا
معطل حاجات كتير قوي في حياتي، واكيد بالنسبه لكم انتوا كمان معطل حاجات كتير في حياتكم. وهنتكلم بقى وهندي امثله فهتعرفوا ان انتوا احنا بنمر والله يا جماعه بالتسويف ده، ولازم ان احنا نتغلب عليه، ولازم ولازم ولازم. فخلينا كده نتكلم بقى من وجهة نظري أنا الثلاث عوامل المهمين جدا في حتة التسويف واللي مؤثرين جدا على التسويف ومخلين التسويف ده حاجة كده نيلة يعني. هما ثلاثة مفيش غيرهم بالنسبة لي أنا يعني: التشتت، والناس اللي حواليك، والمثالية الزايدة. هناخدهم حتة حتة كده بقى، هناخدهم حتة حتة ندي أمثلة، وناخدهم حتة حتة بعد كده نقول ممكن نتغلب عليهم إزاي مع بعضينا يعني. أول حاجة التشتت. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت في دماغك 50,000 حاجة عايزين يخلصوا، بس أنت مش عارف تحط ده فين ولا ده فين ولا ده فين، مش عارف توظف من الآخر يعني كل حاجة من الحاجات اللي في دماغك دي بأولوياتها تتحط فين. فبتلاقي نفسك عمال بتعك عك السنين النهاردة أنا هعمل، يعني مثلا نفترض ان هم من 1 ل5 مثلا، ال50,000 حاجة دول من 1 ل5 مثلا يعني. فانت مثلا النهاردة صحيت والله انا هعمل رقم 3، وبكرة والله انا هعمل رقم 2، وبعد والله انا هعمل رقم 5 بقى. فتفضل كده ماشي في دايرة ما بتخلصش من انك عمال بتعك عك السنين من الاخر. والتشتت ده انا كان عندي وقت، او ما زلت شوية يعني عندي شوية تشتت، بس كان عندي وقت كنت حرفيا بضبش في كل حتة، اللي هو اجي يمين اجي شمال اجي بتنطط بقى، عمال اتنطط ما بين الحاجه والتانيه، وكل ما اكون بعمل حاجه الاقي نفسي جت في دماغي حاجه تانيه اقوم ناطط عليها اخلصها، جت في دماغي حاجه تالته اقوم يعني ببقى بادي بحاجه، بادي برقم 1 والاقي نفسي اخر اليوم بخلص في رقم 5، اللي هو طب ورقم 1 لا والله ما عدتش فيها 10% حتى. طب ليه يا جماعه؟ ايه اللي وصلنا لكده اصلا يعني؟ مش عارف يعني ما ببقاش عارف ايه اللي وصلني للحاجة اللي زي دي. تاني عامل الناس اللي حواليك. مين الناس اللي حواليك؟ أهلك اللي هم مامتك وباباك واخواتك، العيلة بتاعتك، صحابك، الناس اللي معاك في الشغل. كل الناس دي هم دول الناس اللي حواليك، الناس اللي انت بتقابلهم يوميا كتير. يعني أهلك فأنت بتروح لهم البيت الحمد لله بالليل تقعد معاهم ومش عارف إيه وكده. الناس اللي معاك في الشغل، الناس اللي معاك في الكلية، الناس اللي معاك في الدرس، الناس اللي معاك في المدرسة، كل الحاجات دي دول الناس اللي أنت بتشوفهم الصبح، ويمكن بتقعد معاهم وقت أكتر ما بتقعد مع أهلك وناسك اللي في البيت. فأنا بالنسبة لي كل دول مع بعضهم كده خلطة حلوة بيشكلوا الحاجة اللي أنت بتبقى قادر إنك تعملها. ليه؟ لأن لو الناس دي بتشجعك إنك تعمل حاجة أو بترتب لك دماغك بشكل ما معين، فده بيأثر على الحاجة اللي أنت بتعملها أو إنتاجية الحاجة اللي أنت بتعملها. أنا مثلا كان في وقت من الأوقات كان حواليا ناس، يعني أستغفر الله العلي العظيم، بشعين يحسسوك إنك متأخر في كل حاجة، في كل حاجة في دنيتك. بجد كانوا حاجة يعني استغفر الله استغفر الله بجد. انا يعني بحمد ربنا النهارده ان انا مش، يعني الناس دي بشوفها فين وفين وماليش علاقه بيهم تربطهم قوي يعني، تربطني بيهم قوي قصدي. والحمد لله الدنيا بقت بالنسبه لي دلوقتي احسن شويه يعني في الجزئيه دي. ليه؟ لان الناس دي كانوا بي يعني بحس ان هم بيجلدوني ذاتيا وانا قاعد معاهم. لو مثلا خطبوا، مش ناوي تخطب احس بقى ولا ايه؟ يا عم ما تحسسنيش ان انا متاخر، يعني سيبني في حالي. اتجوزوا، مش ناوي اتجوز بقى يا عم، ما هخطب الاول طب بعدين ابقى اتجوز. مالك في ايه؟ مالك يا معلم؟ مالك ما تهدى شويه كده على نفسك. اشتغل وهم قبلي، مش ناوي بقى تدور على شغل يا سيدي. بدور اعمل لك ايه؟ طيب اعمل ايه في حق؟ اولع في نفسي او اولع في نفسي دلوقتي؟ عارف انت الناس اللي على طول محسسينك انك متاخر في حاجه، او مثلا هم لبسوا لبسه فعايزينك تلبس وراهم. انا دول الناس دي ما بيدخلوليش منظور من الاخر يعني. ويمكن ان الحته دي نتكلم فيها بعدين في حلقه تانية، بس لازم اقول لكم الحته دي بتؤرقني ازاي في حته التسويف دي. لان دول
عامل من العوامل اللي بيخلّيك تأجّل حاجات تانية أنت أصلًا بتبقى عايز تعملها عشان تعمل اللي هم عايزينه. عارف أنت الناس المستفزة في الدنيا دي كلّها، في كده ناس كده اللي هو يحسّسك إنّك متأخّر في حاجة، فأنت أصلًا تكون بتعمل حاجة مهمة هتوصّلك إن شاء الله إنّك في وقت من الأوقات تخطب بنت جميلة وحلوة ولذيذة، وتعمل بيت جميل وحلو ولذيذ ومش عارف إيه، وتجمّع الفلوس الفلانية الحلوة اللذيذة اللي هتعرف تشتري بيها البيت الجميل، وتعرف تروح تخطب وتتجوّز وأنت مرتاح. لا، لا، لأ، هم يخلّوك بقى تركن ده كلّه على جنب، يالّا يا معلم روح اخطب بقى، روح اخطب بال200 جنيه اللي في جيبك دي دلوقتي. هو في إيه يا معلم، في إيه ما تهدى شوية كده على نَفْسك، مش كده يعني. بجد الحتّة دي بت بت بتؤرقني من جوّه، بتعذّبني، وكل لمّا أفتكر المواقف اللي الواحد كان بيمُر بيها دي باحس إن هو عايز يروح يكسّر دماغهم. لإن بجد الموضوع مُقرف، مُقرف جدًا. يا عم أنت مالك بيّا، ما تشغلش بالك بيّا خالص، خلّيك في حالك يا معلم. أنت عملت حاجة حلو، برافو عليك، هاسقّف لك وخلّيك في حالك بقى، ما لكش دعوة بيّا خالص. نيجي بقى لتالت نقطة، ألا وهي المثالية الزايدة. تعالَ لي بقى حُس بقى عشان أنت في الحتّة دي رهيب، رهيب أنت في الحتّة دي، تموت أنت في المثالية الزايدة. بُصّوا يا جماعة من الآخر أنا راجل إنف، إنف في الحاجة اللي باعملها، باعرفش أطلّع حاجة من تحت إيدي إلا وهي 99.99%. الكمال لله وحده، فأنا سايب ال0.01 دي اللي في الآخر. أنا ما باقدرش أطلّع حاجة أنا باعملها تكون قليلة. أنا الstandards بتاعتي عالية شوية، يعني الطبيعي بتاعي ممكن يكون سقف طموح لناس. وده مش يعني مش غرور ولا حاجة، الحمد لله هي ثقة بالنفس بس مش أكتر يعني. أنا كان في حد قال لي الجملة دي وقت ما كنت باخد training كده في وقت الكلية. آآ قال لي: "بُص، أنت ال8/10 بتاعتك هي 13/10 ليّا أنا بالنسبة لي." فقُلت له: "يعني إيه؟" ما كنتش فاهمها أوي يعني. فقُلت له: "يعني إيه 8/10 بتاعتي 13/10 بالنسبة لك؟" قال لي: "يعني أنت الstandards بتاعتك هي سقف طموح لناس تانية، فأنت ما تحاولش تضغط على نَفْسك في حاجة أنت عايزها تطلع 10/10، لإن ال10/10 بتاعتك هتبقى بالنسبة لي أنا 20/10. أنت بتروح الextra mile، بتروح لحتّة أبعد. أنا مش عايزك تروح للأبعد، أنا عايزك تفضل بس تُقف عند خط النهاية، مش عايزك تعدّيه بشوية، أُقف للحتّة اللي إحنا واقفين عندها، كُلّنا هنُقف هنا ما تسبقناش أنت." ليه بقى؟ لإن أنا وقتها كُنّا بناخد training وكنت باحاول إن أنا يعني إيه، مش هاسبق الناس، أنا باحاول أطلّع الحاجة بشكل كويس، بس هو بالنسبة له أنا كنت باحاول أسبق الناس أو باحاول إن أنا أعمل حاجة بزيادة أوي أو بأوفر أوي، فباضغط نَفْسي، فبالتالي ممكن لمّا أضغط نَفْسي أصلًا هاطلّع حاجة فيها لو فيها غلطة هاتعطّل أنا. يعني كُنّا مثلًا بنقدّم presentation، فأنا باعمل حاجة الحمد لله كويسة، حلوة أوي، بس لو غلطت في النُص وأنا باقدّم الpresentation دي وخدت بالي منها من الغلطة دي، خلاص أنا وقعت. أنا وقعت يعني وقعت، لإني وقتها أنا بقى عندي حتّة OCD كمان، فأنا وقتها خلاص أنا يا معلم أنا انهارت قدّام الناس كده. لو باقدّم presentation وجات حتّة كده في النُص لقيت slide مثلًا فيها غلطة، أنا كل اللي في عقلي، كل اللي أنا فاكره عن الpresentation راح في ثانية قصاد الغلطة اللي في الslide من الslides اللي موجودة في الpresentation. متخيّل الموضوع كلّه كان وقتها عامل إزاي بالنسبة لي؟ باحاول الحمد لله إن أنا من فترة للتانية أقلل الموضوع ده قدر الإمكان، وابتديت بيه مع البودكاست. اللي أخّر الموضوع يعني في البودكاست من الآخر، ولمّا قعدت مع نفسي عرفت إيه السبب، إن أنا عندي حتّة المثالية الزايدة دي وكنت باحاول أطبّقها في البودكاست. إن أنا مثلًا والله يعني هابدأ بس لمّا أجيب المايك الفلاني، هابدأ بس لمّا أجيب الكمبيوتر العلاني، هابدأ بس لمّا والله هاحاول أشتري الsoftware الفلاني، لمّا أروح الحتّة الفلانية، لمّا أعمل مش عارف إيه، لمّا أضبّط الsetup الجهنمي ابن الإيه، ابن الإيه. طب ليه؟ ليه تعمل كده في نَفْسك؟ ما تبدأ بأبسط الحاجات اللي قدّامك واللي في إيدك واللي في متناول إيدك اللي تعرف ت ت تجيبه دلوقتي، وبعدين
طور الدنيا واحدة بواحدة. ما يمكن يا أخي الدنيا ما تمشيش وتلاقي نفسك بترجع لورا وما بتطلعش لقدام، فتكون خسرت فلوس على الفاضي، ملوش لازمة كل الكلام ده. صح؟ صح جدا. يعني أنا بسأل نفسي وبجاوب يعني معاكم. فاللي وصلني بقى للحتة دي إن أنا جيت كده في وقت من الأوقات قلت والله أنا فعلا محتاج أبدأ باللي معايا. وكنت يعني شايف ناس حواليا بدأوا بأبسط الحاجات ووصلوا الحمد لله لحاجات عالية جدا. ف... فده مثال واضح وصريح إنك مش لازم تضغط نفسك في إنك تعمل أحسن حاجة أو تجيب أعلى حاجة أو الكلام ده كله. لأني لما بضغط نفسي إن أنا أجيب أعلى حاجة فأنا بدمر حاجات تانية في حياتي، يعني بدون دخول في تفاصيل. بس هي لو انت هتصرف فلوس انت مثلا كان المفروض انك تصرفها في بيتك بس على حاجة تانية زي البودكاست ده مثلا، عايز اجيب مايك فاصرف مثلا 5-6 آلاف جنيه في مايك مثلا، وهو ده مش اعلى حاجة بس حاجة عالية يعني، واصرف فيه ال5-6 آلاف جنيه. طب ما انا كنت هصرفهم في بيتي. طب وليه تعمل حاجة زي كده؟ ابدأ واحدة واحدة. الدنيا لما تمشي ابتدي حوش واحدة واحدة، وابتدي علي بقى، علي هنا يعني الشهر ده مثلا هتجيب الحاجة الفلانية، كمان 3-4 شهور هتجيب الحاجة التانية، وهكذا. الدنيا وقتها لما تمشي هتكون مساعدة بعضها. لكن انك تسترس على نقطة انك تجيب كل حاجة من الأول فده غلط كبير جدا. والحمد لله يعني اقتنعت بيه وببدأ بقدر المستطاع اللي في إيدي اللي أقدر أبتدي بيه. نرجع بقى للثلاث حاجات ونعمل فيهم إيه. التشتت والله يا معلم، يعني من الآخر كده رتب دماغك. شوف إيه اللي ليه أولوية إنه يخلص النهاردة وبكرة وبعده، وبعدين رتب الحاجة اللي المفروض إنها تخلص بس مش دلوقتي. يعني إيه؟ يعني أنت عندك في دماغك 5 حاجات، والله رقم 3 دي أساسي أساسي آخر الأسبوع ده تكون خلصانة، فيلا بينا نحطها في الأول. رحت الرقم 2، والله المهم إنها تخلص بس على أول الأسبوع الجاي، خلاص دي بديت رقم 2 بعديها على طول، يبقى كده 3 و2 ورا بعض. والله رقم بقى 4 و5 دول حاجات مش شرط إنها تخلص دلوقتي. طب هيخلصوا إمتى؟ عادي ممكن 6 شهور، خلاص نحطهم كتاسك يخلصوا خلال 6 شهور، أو هبتدي فيهم كمان 3-4 شهور، بس ليهم ميعاد وليهم جدول. ما ينفعش إن أسيبهم للدنيا كده، للدنيا وللحياة ويروحوا بقى يبرطعوا في أي حتة. لأ، هحطهم في جدولي، يعني دول هيخلصوا في الوقت الفلاني. وحته من الحاجات بتاعت التشتت دي بصراحه ابتديت ان انا اطبقها مؤخرا، مش عليها 100% بس حاسس انها ظبطت لي دماغي شويه. رتب اسبوعك اسبوع باسبوع على كالندر، على ورق، على اي حاجه. ابتدي حط الحاجات واحده ورا التانيه بالترتيب الاولويه. يعني الحاجه اللي محتاجه تخلص النهارده هحطها، ولما يبقى في وقت فراغ اكتب ان ده فري تايم او سيبه فاضي، فتبقى عارف ان لو ظهر لك اي حاجة هتبقى في الوقت ده. حط وقت نومك، حط وقت اكلك، حط وقت الشغل، حط الوقت اللي بتروح فيه من البيت للشغل. كل الحاجات دي حطها، هتلاقي ان انت طلع لك في يومك اللي انت كنت فاكر ان هو مشغول جدا ده، هتلاقي ان طلع لك في يومك اوقات كتير قوي فاضية ممكن تحط فيها حاجات. حتى لو هتتفرج فيها على فيلم مفيش مشكلة، مبدئيا مفيش فيها مشكلة، بس فيما بعد هتلاقي ان الدنيا ابتدت تتحسن واحدة بواحدة، وهتلاقي نفسك ابتديت تحط فيها حاجات فيها انتاجية اكتر، فتحس ان يومك بقى في انتاجية اكبر بكتير. انا لعلمكم وناس كتير قوي هتسمع الحتة دي ومش هتقتنع بيها 100%، بس انا ما كنتش مقتنع بيها 100%. من سنة بالظبط يعني كنت بقول ايه الهبل ده، ما انا بقعد اعمل الحاجات ديت وما بمشيش عليها. بس مؤخرا انا اللي خدت القرار، وطالما انا خدت القرار محدش قال لي، يعني انا اللي خدت القرار بنفسي، فابتديت اخد الحته واحده بواحده. فانت لو انت مقتنع سنه بسيطه، فكر في الموضوع بشكل جدي وشوف انت هتعمل فيه ايه. ما بقولكش نزل الابلكيشن الفلاني اعمل عليه خالص، شوف اي طريقه انت مرتاح لها، فكر فيها كويس قوي وابتدي فيها، هتلاقي الموضوع بيبتدي يتحسن واحده بواحده. خلاص كده ننقل النقطه اللي بعدها. الناس اللي حواليك، الناس اللي حواليك اختار بقى.
انتقي الناس، يعني شوف لك ناس كده ولاد ناس، بلاش الناس اللي ولاد اللي مش ناس. يعني خليك كده مع الناس الكويسة، الناس اللي تحس إنها بتزقك. أنا يا جماعة البودكاست ده إن ما كانش أنا فكري اتغير مع زقة الناس اللي حواليا ما كانش ده حصل. أنا اللي زقني كانت مديرتي في الشغل، يعني اللي زقني الزقة الأخيرة دي اللي كانت بقيالي هي كانت مديرتي في الشغل وزنها عليا. إنها يعني كنت عايز أمشي من الشغل، وحوار كبير قوي كده، مش حوار في الشغل يعني أنا عايز أمشي، يعني اتخنقت يعني، عايز أمشي وعايز أخلص حاجات ومش عارف إيه. فبقول لها أنا عايز أعمل حاجات، عايز أبتدي أعمل حاجات. كنت خلاص ابتديت، يعني اللي هو عايز أبتدي أعمل بودكاست ده، بس حاسس إن أنا لما أمشي من الشغل هبتدي أفكر فيه يعني. فقالت لي لا على فكرة الشغل مش هيعطلك، أنت أصلا بتجيلنا هنا مش عارف قد إيه، فما ما تشغلش بالك بموضوع الشغل ده. انا هشجعك وكل يوم هسألك عملت ايه وهزق معاك الدنيا ومش عارف ايه. وكانت مبسوطة جدا وكان بالنسبة لها الموضوع ده يعني حاجة جامدة جدا. وقالت لي ده انا كنت زمان بكتب، ده انا كان مش عارف ايه، ده انت فكرتني بأيام جميلة، انا نفسي ارجع اكتب تاني، بلا 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 كلام كده كتير. ففي الاخر مين اللي عطاني الزقة؟ الناس اللي حواليا. فننتقي بقى، ننتقي الناس اللي بتشجع، الناس اللي بتزق. في ناس اصلها انت ممكن تقول لها ايه والله بفكر اعمل، انت فاكر نفسك مش عارف مين يا عم انت مالك؟ يا عم انا مش فاكر نفسي حد، ما يمكن ابقى احسن من الشخص اللي انت فاكر نفسك ان هو اعلى حد في العالم. يا عم فكك مني، بلاش الحتة المتخلفة دي اللي بتهبط الناس اللي حواليك دي. فيا جماعة من الاخر يعني انتقوا الناس اللي حواليكم. تالت نقطة ألا وهي المثالية الزايدة. اهدى على نفسك شوية. ما عنديش أي حاجة أقولها، يعني أنا تقريبا شرحت فيها بزيادة شوية أصلا في الموضوع يعني. فأنا ما عنديش أي حاجة أقولها غير اهدى على نفسك شوية. وأنا بقولها لنفسي برضو دلوقتي، اهدى يا حسام على نفسك شوية، هتوصل إن شاء الله هتوصل. هتعمل حاجة حلوة إن شاء الله هتعمل حاجة حلوة. مش لازم الحاجة تطلع 100%، مش لازم الحاجة تطلع 100%. محدش قال كده، محدش أصلا بيرجع وراك. الناس هتدي رأيها وحش مش مشكلة، انت عاجبك الحاجة اعملها. في ناس بيبقى عاجبها وفي ناس مش عاجبها، وفي ناس ما بيعجبهاش اي حاجة، وفي ناس ما بتعملش اي حاجة، وفي يعني في انواع كتير قوي من الناس حوالينا. فكبر دماغك، اللي انت مرتاح له اعمله، واهدى على نفسك شوية. هرجع اقولها اهدى تاني على نفسك شوية. بس دي كده الثلاث عوامل والثلاث حاجات اللي انا شايفهم مؤثرين جدا في حتة التسويف. ف يا جماعة محتاجين يعني من الآخر كده نتلحلح شوية، ونقوم نعمل الحاجات اللي ورانا، ونرتب أولوياتنا، ونختار الناس اللي حوالينا، ونهدى على نفسنا، ونشوف الدنيا هتمشي إزاي. يعني ناخد الحاجة واحدة بواحدة كده، والدنيا هتمشي إن شاء الله. بس أهم حاجة ما نأجلش، لو حاجة احنا حابين إن احنا نعملها ما نأجلهاش. نزولة مع صحابنا ما نأجلهاش. خروجة حلوة ما نأجلهاش. مش عارف ايه ما نأجلوش. عايز غير اللمبة، قوم غير اللمبة دلوقتي. اللي ما مأجل بقاله سنة يغير لمبة، قوم غيرها يلا. تلحلح كده شوية يا حبيبي. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم في بودكاست نص الليل، واشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله، واشوفكم على خير. سلام يا حبايب.